مرحبا حبايبي، كيفكن؟ شو اخباركن؟ ان شاء الله بخير. اليوم رجعت لكم فيديو جديد. فيديو اليوم قطايف كتير طيبة، كتير راح تحبوها وراح تحبوا الوصفة. بالنسبة هون للمكونات، عندي كيلو حليب، راح بحط عليه ليمون او خل مثل ما بدكن، مهم شي حامض علشان هيك يفرط معي الحليب مثل ما هلأ راح بتشوفوا. بس يفرط عندي الحليب راح بكون مجهزة قماشة على جنب، وراح بصفي الحليب جواته. راح بصفي هيك هاي القريشة اللي طلعت معنا وبخليها على جنب لحتى تصفى منيح من المي وتبرد كمان. هون راح بحضر شوية سحلب علشان بنحطها على قريشة. بالنسبة للسحلب عندي 250 جرام من الحليب، رح حطيت لهم معلقة نشا ومعلقة سكر. رح بحركهم كتير منيح علشان ما تصير عندي تكتلات، وبس يصيروا بهذا القوام رح بنزلهم من على الغاز. وهون رح بحضر للقطر. بالنسبة للقطر عندي كاسة مي وكاسة سكر. رح كمان بحطهم على الغاز، وبس لحتى يبلش يغلي معي رح بخليهم شي 10 دقايق وبعدين بطفي عليهم. وهلا عندي هون القريشة كتير تصفت من المي كتير منيح وصارت جاهزة. رح بحط عليها السحلب. السحلب يلي عندي طلع شوي كميته كبيرة، لهيك انتو مثل ما بدكن. ورح بحط عليه شي معلقة او معلقة ونص ماء زهر علشان هيك الطعمة. انتو مثل ما بدكن، اذا بتحبوا الماء الزهر فيكن تحطوا، بتحبوا شغلات تانية فيكن تحطوا. هون بالنسبة عجينة القطايف، حطيت كوب ونص طحين وكوب سميد ومع راس المعلقة ملح ومعلقة خميرة ونص معلقة بيكنج باودر ومعلقتين سكر. وبالنسبة للمي راح بحط كاستين ونص مي. طبعا انا عم بعملهم بالخلاط لانه بالخلاط بيطلعوا كتير احسن، وهيك بنضمن انه ما يكون عندي تكتلات بالخليط. راح بخلطهم تقريبا لمدة شي دقيقتين. هون بعد ما خلطتهم كمان في معلومة، حطيت نص معلقة بيكنج صودا، بس للأسف ما طلعت بالفيديو. البيكنج صودا كتير ضرورية آخر شي. وهون حميت المقلاية، حميتها كتير منيح، بس بعدين لما ببلش بحط المزيج تحتها عليها رح بخفف تحتها هيك، يعني يكون النار تبعتها متوسطة. شايفين ما شاء الله قديش شكلها حلو. وكمان معلومة انه لما تنزلوها على المقلاية رح بتبلش اول شي تستوي من النص، بعدين رح بتبلش تستوي على الاطراف، لانه هاي بتكون هيك طريقتها كتير ناجحة. واول ما تشوفوها انه خلص يعني استوت، ما تخلوها وقت اكتر بالمقلاية، شيلوها فورا علشان نضمن انه تلزق معنا باخر الوقت. هون خلصت كل الكمية. شايفين ما شاء الله كلياتهم طالعين كتير هيك كمية كبيرة طلعت معي. وانا قسمتها لنصين، رح بقسمها لنصين، نص اليوم رح بطبخه ونص بكرة ان شاء الله. هون لقيت عندي جوز، ما كنت بدي اعمل جوز بس لقيت شوية جوز وحطيت عليه شوية قرفة ومعلقة سكر ومعلقتين قطر، ورح بخلطهم مع بعض. هلا رح بنبلش نحط الحشوات بالقطايف. شايفين كيف عم بتلزق معي كتير منيح، لانه عن جد طلعت وصفة كتير ناجحة، بنصحكم تجربوها. هلا هون بعد ما خلصت الجوز رح بحط القشطة، رح ببلش بالقشطة. ما شاء الله يعني طلعت كتير وصفة ناجحة. هون انا بعد ما حشيتهم قسمتهم لنص، نص حطيته بالفريزر ونص رح بقليه لانه كانت الكمية كبيرة.
رح بحمي الزيت كتير منيح، ورح بصير بنزلهم بالزيت، وفيكن تحطوهن بالفرن. اذا بدكن تعملوهن بالفرن حطوهن على اعلى درجة حرارة وادهنوهن شوي بالزيت. هون لما يبلش ياخدوا معنا هيك اللون الذهبي رح بشيلهم من المقلاية، وهن كتير ساخنين رح بنزلهم على القطر. بنزلهم بخليهم شي دقيقتين، بعدين برجع بشيلهم عشان ما يشربوا قطر كتير. طبعا انتو مثل ما بتحبوا. وهي هون صارت عندي جاهزة. واو 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 كتير طلعت هيك حلوة. واذا عجبتكم الوصفة يا ريت ما تنسوا تدعموا قناتي بلايك واشتراك وشير، وتفعلوا زر الجرس ليوصلكم كل جديد. شكرا.